السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنستكمل مع بعض أسعار العملات المصرية القديمة، وهنتكلم النهاردة عن عملة تم إصدارها القانون 50 سنة 1940، وهي عملة ال5 قروش، وتم إصدارها في العهد الملكي في عهد الملك فاروق. في الفترة دي بدأت أول إصدارات الشلن أو ال5 قروش، الاسم الشعبي بتاعها. تم طبع كميات منها بس مش كبيرة، لأن الشلن في الوقت ده كان مبلغ يا جماعة ما كانش قليل. كان في المليم والسحتوت وال5 مليم والنص مليم وال2.5 مليم وغيره وغيره. الشلن بالنسبة للبسطاء في الوقت ده كان مبلغ، كان معظمه كله مصنوع من النحاس من الفضة. فتم إصدار العملة الورقية اللي في إيدي دي، وكتب عليها من فوق الدولة المصرية في الوقت ده. وبعد ما قامت ثورة يوليو سنة 1956 تم إصدار الشلن بس بطريقة مختلفة. بدل الدولة المصرية تم كتاب جمهورية مصر احتفالا بقيام ثورة يوليو وإعلان الجمهورية المصرية في الوقت ده. وتوالت الأحداث وتمت الوحدة بين مصر وسوريا، فتم إصدار الشلن واتكتب عليه هنا الجمهورية العربية المتحدة، لحد ما حصل الانفصال بين مصر وسوريا. فتم إصدار الشلن في الوجه الجديد ليه، وتم كتابة عليه جمهورية مصر العربية، وهو ده اللي شايع معانا كلنا، هو اللي موجود بكثرة، بيتباع بالباكت زي اللي في ايدي ده، ما بيجيبش فلوس، سعره من جنيه ل3 جنيه. لكن اللي بيجيب فلوس وبيجيب سعر هو شلن الدولة المصرية. يعني لازم يبقى مكتوب هنا الدولة المصرية أو جمهورية مصر، أي حاجة فيهم. يا الدولة المصرية بيرمز للعهد الملكي، وجمهورية مصر بيرمز لقيام الجمهورية المصرية بعد ثورة يوليو. اللي تم إصداره ومكتوب عليه الدولة المصرية في العهد الملكي بيعمل 10,000 جنيه. اللي مكتوب عليه جمهورية مصر بيعمل من 1000 ل 3000 جنيه. ابحث عن العملات المصرية القديمة، دور في بيتك، في جيوبك، عند جدك، عند جدتك. وتابعنا على التيك توك محمد حكيم، لايك ومتابعة واكسبلور. على اليوتيوب اسم قناتنا محمد حكيم بورسعيد. تابع معانا كل جديد، واشكركم واشوفكم على خير.